السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جديدة بالسوداني، متأكدة ان هي هتعجبكم قوي. لو جربتوها مرة مش هتبطلوا ابدا تعملوها. وكمان ب3 مكونات بس هتعملي اللي انت شايفاه ده. بجد الوصفة دي وهمية. هستناكي بقى تجربيها وترجعي تقوليلي رأيك فيها. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا. واول حاجة هنا معايا 1.5 كوب من السوداني. وكمان هنا بتقللي او بتزودي، ده على حسب موجود عندك كمية قد ايه. بس الكمية دي مظبوطة جدا. وبعد كده هنحتاج لكوباية من السكر. لازم الكوباية اللي نعاير بيها اي حاجة تكون موحدة على الكل. وكمان تلت كوباية من المية، يعني نص كوباية مية واخدين منها شوية. وهي دي بس المكونات اللي احنا محتاجينها للوصفة بتاعتنا النهاردة. عندنا بقى هنا طاسة على النار أو حلة أو أي حاجة احنا نشتغل فيها. هنبدأ ننزل عليها بالسكر اللي عندنا. وزي ما قلت السكر هنا احنا محتاجين كوباية من السكر. وعلى طول أول ما نزلنا بالسكر هننزل على طول بالمية علشان السكر بتاعنا ما يكرملش وياخد لون، علشان نوصل للنتيجة اللي احنا محتاجينها بالظبط. وبعد بقى لما ضفنا السكر والمية نبدأ ان احنا نقلب. لازم هنا نقلبه تقليبة كده ونخفي اي سكر موجود مش تقلب فيه مية. علشان لو اتساب كده هيبدأ ان هو يكرمل معانا ومش هيدينا النتيجة اللي احنا محتاجينها. فلازم نقلبه. طبعا احنا الكلام ده رافعينه على النار، يعني احنا دلوقتي بنشتغل والحاجة دي على النار. نسيبه بقى يغلي ونشوف هنعمل فيه ايه بعد لما يغلي. في المرحلة دي هو كان بدأ يغلي معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة انه يغلي كده. وبعد لما يبدأ يغلي هنبدأ ان احنا نديله تقليبة. اهم حاجة هنا ان احنا نقلبه كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلت اول ما يبدأ يغلي معانا مش نكتر عليه على النار، يعني مش نسيبه وقت كتير على النار. مجرد بس ما نديله تقليبة كمان السكر يدوب اكتر. هنبدأ نحط عليه السوداني. اول ما نوصل للمرحلة دي بقى هنبدأ نضيف السوداني على المية دي. انا بقى هنا بدأت ان انا اضيف السوداني، وزي ما قلت احنا هنا محتاجين 1.5 كوب من السوداني. عايزين بقى تضاعفوا المقادير او تقسموها على 2، هيطلع معاكي زي الفل ومفيش اي مشكلة. وبعد بقى لما نزلنا بالسوداني لازم هنا نقلب كويس. ومعلومة ان هنا السوداني مش هيفك معانا. وكمان السوداني في الاخر هيطلع مقرمش وحلو قوي، يعني مش هيبقى طري ولا اي حاجة من الحاجات دي. علشان ممكن انت تقلقي ان السوداني يدبل او يطرى من المية دي، بس بالعكس هو هياخد تسكيرة كده بسيطة. وكمان هيبقى مقرمش قوي في الاخر. انا هنا كنت مسرعة عليكم الموضوع. لازم هنا كل شوية نديله تقليبة. لازم لعند لما المية دي كلها تتبخر او السوداني يتشربها. تبدأ اصلا ان هي تكون سكر او تسكر معانا، وكمان هتعمل كده على الطاسة كده هيبقى لونها ابيض. بس ما تقلقيش، ده كله هيسيح معانا وهيبقى زي الفل. يعني ده كله هيختفي تماما معانا دلوقتي. اهم حاجة زي ما قلت ان احنا كل شوية هندي للسوداني ده تقليبة. شوفوا في المرحلة دي بدأت ان هي تكون كده زي ما قلت على الطاسة اللون الابيض. هو ده السكر. احنا هنفضل نقلب فيه لعند لما المية دي تختفي تماما او السوداني يتشربها. طبعا السوداني ما بتروش منها ولا اي حاجة، بالعكس ده بيطلع مقرمش جدا وطعمه خطير في الاخر. في المرحلة دي كان السوداني بدأ ان هو يشرب المية بتاعتنا او المية دي تبدأ ان هي تتبخر. وكمان هو هيسكر، يعني هيبدأ يطلع قطع كده من السكر. ما نقلقش خالص، ده كله هيختفي معانا. وهيبقى زي الفل وطعمه في الاخر هيبقى خطير. هنفضل بقى اول ما نوصل للمرحلة دي ان المية او بالسكر دي يسكر معانا، ويبقى عامل كده سكر على السوداني، نبدأ ان احنا نقلب. شوفوا بقى اول ما وصلنا للمرحلة دي هيبدأ السكر اللي على الطاسة ده هيبدأ ان هو يسيح. علشان كده بقولكوا ان ده كله هيسيح معانا، ما نقلقش منه. زي ما قلت اول ما نوصل للمرحلة دي نفضل نقلب علشان ما ياخدش لون من جهة وجهة التانية لا. احنا عايزين كله في الاخر يكون نفس اللون. فاهم حاجة ان احنا نقلب كويس في المرحلة دي. زي ما انتوا شايفين السوداني هنا مش فك معانا، يعني مش كل واحدة اتقسمت على 2 ولا حصل له اي حاجة. وكمان مش هتاخد وقت، يعني هي حوالي 10 دقايق بالظبط على النار، يمكن اقل كمان هتبقى الوصفة بتاعتنا جاهزة معانا. اهم حاجة زي ما قلت ان احنا نفضل نقلب فيها لعند لما السكر اللي يتكون ده كله يدوب ويدي للسوداني لون حلو قوي. يعني لازم السكر ده كله يدوب. وعلى ما يتكرمل او يدوب معانا هيبدأ ان هو يدي لون حلو قوي للسوداني. بس اهم حاجة ما نسيبوش وقت كتير على النار بعد لما يتكرمل علشان ما يمررش معانا.
ويطلع في الاخر كمان في مرارة كده او مش حلو. فاهم حاجة ياخد لون الذهبي اللي احنا عايزينه ونشيله على طول من على النار، علشان لو فضل وقت كتير على النار هيبدأ ان السكر المتكرمل ده يبدأ ان هو يمرر معانا، ومش هيكون هي دي النتيجة اللي احنا محتاجينها. نوصل بس للون اللي احنا محتاجينه ونشيله على طول من على النار. وشوفوا بقى الطاسة بقت نظيفة جدا وما فيهاش اي حاجة على الجنب. في الوقت ده بدأت ان انا اشيله من على النار، لان هو ده اللون اللي انا محتاجاه. انا بقى بحب اغلفه بالسمسم، فبجيب طبق وابدأ ان انا احط عليه سمسم. وهنا بتقدروا تتحكموا في الكمية اللي انتوا محتاجينها. ببدأ ان انا انزل عليه على طول السوداني، وما نطولش في الوقت ده على السوداني وهو في الطاسة عشان هيبدأ ان هو يجمد معانا. وكمان لو عايزين حاجة اسهل لكم ممكن تجيبوا ورقة زبدة وتحطوا عليه السوداني وتبدأوا ان انتوا تحركوها بكل سهولة. وكمان في الطبق هنا هيبقى سهل قوي، وهوريكم دلوقتي انا هعمله ازاي. بدأت ان انا انزل بكمية السوداني كلها. زي ما انتوا شايفين اللون اللي هنا ده حلو جدا، ما تغمقوش ولا تفتحوا اكتر من كده، علشان لو السوداني غامق اكتر من كده او السكر المتكرمل ده غامق اكتر من كده هيبدأ ان هو يمرر معانا، ومش هيدينا النتيجة اللي احنا محتاجينها. بعد بقى لما نزلنا السوداني على السمسم بدأنا ان احنا نقلب، نجيب بقى معلقتين كده او معلقة ونقلب بيه كويس. شوفوا شكلها اصلا اللي عندي دلوقتي حلو قوي. طبعا احنا بنعمل الكلام ده وهي لسه سخنة، عشان لو هي بردت هتبدأ ان هي تمسك ومش هنعرف نتحكم فيها. وكمان السوداني يمسك كويس. انا هنا كنت كل شوية بقلب واروح جاية حاطة سوداني تاني، لان بيبقى طعمها حلو جدا في الاخر. فاهم حاجة نعمل الخطوات دي بسرعة علشان السوداني ده ما يمسكش او يجمد معانا ومش هنعرف ان احنا نتحكم فيه، فنخلي السمسم يمسك عليه. فانا كنت كل شويه بقلب، ولما بلاقي ان هو مسك فيه السمسم كويس قوي اروح جايه ضايفه سمسم كمان، لعند لما وصلت للنتيجه اللي انا محتاجاها. هنا بقى بعد لما خلاص خلصته بدأت ان انا ارش شويه كمان فوق من السمسم، وسبته بقى. سيبته لعند لما يجمد. هنا مش هياخد 5 دقايق بالظبط وهيكون جمد معانا. ده بقى شكله بعد لما برد. بنمسك كل جزء وبنبدأ ان احنا نفككه بالشكل ده. وهنا بيبقى الموضوع سهل جدا عليكم، يعني بيتفك معاكم بكل سهولة. تمسكوا كل جزء وبتعملوه زي ما قلت. لو خايفين ان هو يلزق او اي حاجة ممكن تعملوها على ورق زبدة، هيبقى الكلام ده اسهل ليكم بكتير قوي. بس نحاسب بس والسوداني لسه سخن او السكر المتكرمل ده لسه سخن، انه يلمس ايدك او كده، عشان هي بتبقى درجة الحرارة بتاعته عالية جدا، فبتبقى صعبة شوية. شوفوا قد ايه شكلها حلو، شكلها بجد حلو جدا. متأكدة ان هي تعجبكم قوي. اوعدكم انكم مش هتبطلوا ابدا تعملوها. هستناكي بقى تجربيها وترجعي تقوليلي رأيك فيها. لو وصلت لعندي هنا متنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا.